أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نارتياسة. بيسعدنا إنه نلتقي في هذه الحلقة بثلاثة من سيدات مجتمعنا الشركسي اللي تقدموا بترشيح أنفسهم لمجالس أمانة عمان واللامركزية. بيسعدنا إنه نلتقي اليوم مع السيدة دلال قردن. السيدة دلال قردن رشحت نفسها لعضوية اللامركزية عن محافظة جرش. كما يسعدنا أنه نلتقي مع السيدة نارين الحاج طاس. والسيدة نارين مرشحة لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة وادي السير. وكذلك السيدة ليلى شابسوغ مرشحة لعضوية اللامركزية عن منطقة وادي السير. أهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة من برنامج نارتياسة. سيدة دلال، خلينا نبدأ من عندك، ونأمل أن تقدمي نفسك للمشاهدين الكرام. تفضلي سيدة دلال. أول شيء بقول مساء الخير. أنا دلال قردن، مرشحة لمحافظة جرش، دلال غازي قردن، وأنا مرشحة للدورة الثانية. يعني كنت بالمجلس المحافظة بالدورة الأولى، نجحت الحمد لله، وهلأ بالدورة الثانية يعني مترشحة، وإن شاء الله إني أفوز للمرة الثانية. أنا دلال كملت الثانوية العامة مع أولادي، قدمتها، بعدين انخرطت في العمل التطوعي من 95. بعدها بال2014 أسست جمعية، بعدين دخلت الانتخابات بالدورة الأولى لمجلس محافظة جرش بال2017 15/8/2017، وأسست شبكة للمرأة الجرشية بال2018، وأنا عضو بالهيئة الإدارية بالاتحاد النسائي. والحمد لله يعني العمل التطوعي أعطاني ميزة كبيرة إني أنا أكون مع المجتمع وأتفاعل مع المجتمع. وهلأ المرة الثانية عم بنزل الانتخابات، وإن شاء الله إنه بحالفنا النجاح. إن شاء الله على خير. ست نارين، تفضلي. أنا اسمي نارين الحاج طاس، مرشحة عن منطقة وادي السير لمجلس أمانة عمان للمرة الأولى. بحمل شهادتين ماجستير، الأولى في إدارة المنظمات الرياضية، والثانية في تقييم المشاريع بشكل عام. أنا أول أردنية بتحصل على جائزة المرأة والرياضة عن قارة آسيا بالعام 2011 نتيجة لعملي في تطوير رياضة المرأة في الأردن. الجائزة حصلت عليها من اللجنة الأولمبية الدولية. درجت في العمل من القطاع الخاص، انتقلت للجامعة الأردنية، بعدين انتقلت للجنة الأولمبية الأردنية، بعديها انتقلت للعمل في اللجنة الأولمبية السعودية. أنا رياضية وبطلة الأردن ومدربة منتخب وطني، وحصلت على عدة تكريمات بسبب إنجازاتي الرياضية، سواء كلاعبة أو مدربة أو إدارية أو مديرة مشاريع. أنا عضو هيئة عامة وعضو مجلس إدارة في عدة مؤسسات وهيئات، منها هيئات شبابية وهيئات رياضية وهيئات ثقافية. بالأول والأخير أنا شركسية من وادي السير. بفتخر وبعتز إني تربيت بهذا الجزء من الأردن، وترعرعت في وادي السير بين أهلها الطيبين. ست ليلى، بتحبي تعرفي عن نفسك كمان؟ مساء الخير. أنا اسمي ليلى محمود حسن شابسوغ. عملت حاصلة على شهادة تمريض، وعملت في عدة مستشفيات، وحاصلة على مدربة في صندوق المعونة الوطنية، وأيضا حصل على الجائزة المركز الأول في مع سيدات المجتمع في الجامعة الأمريكية بيروت، وحاليا ناشطة اجتماعية في مجتمعنا الشركسي والمجتمع ككل. يعني ما شاء الله، 3 سيدات وعندكم نشاطات اجتماعية واضحة، وأنتم متواجدين بالساحة الاجتماعية، ونأمل كل الخير لكم بعد كل هاي التجارب اللي أنتم خضتوها بحياتكم الاجتماعية. هلا احنا لما نيجي نحكي بالنسبة للمواطن،
عادة اللامركزية يعني إشي شوي هيك غامض بالنسبة لمعظم الناس، لسه ما بيعرفوا شو هو هذا المفهوم، يعني شو بيساووا هدول الناس اللي باللامركزية. يمكن الأمانة، مجلس الأمانة يمكن يكون مفهوم أكثر، بس مجلس اللامركزية لساته مش واضح المعالم بالنسبة لكثير من الناس. سيدة دلال، بما أنك كنت موجودة بالمجلس السابق، فهل من الممكن أنك تحكي لنا أو توضحي لنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدمها اللامركزية للمواطن؟ شو ممكن يستفيد منها؟ تفضلي سيدة دلال. هلا بالنسبة للامركزية أو مجلس المحافظة هو توجه حكيم من النظام السياسي في الأردن لتوزيع السلطات والوظائف الاقتصادية والإدارية والاجتماعية من مركز صنع القرار في عمان. تستقل كل محافظة منتخبة داخل هذه المحافظات تسمى مجالس محافظة، وهي سلطة تشريعية مصغرة تهتم بالأمور المالية والاستثمارية والإدارية والصحية والبيئية والتعليمية وموازنة المحافظة. اللامركزية هي خدمة تقدم للمواطن من خلال مجلس المحافظة، وهذه الخدمة تقدم للمواطن. وجلالة سيدنا جلالة القائد لما منح كل محافظة منحها هذا المجلس عشان يقدروا ينهضوا بالمحافظة من خلال الموازنة، وكل محافظة لها احتياجاتها وعندها تحديات. فمن خلال هذا المجلس بنقدر إنه إحنا نستثمر وننهض بالمحافظة من خلال مجلس اللامركزية. فهذا يعني منحة لكل محافظة حتى تقدر تنهض بالمشاريع وبالمشاريع الاستثمارية، حتى نقدر نتقدم أو نقدم خدمة للمجتمع. هذه هي اللامركزية. طب سيد دلال، يعني ممكن تعطينا مثل شو مثلا في الفترة الماضية شو في إشي ساويتوا، مشروع ساويتوا كمجموعة من جرش، يعني شو مر عليكم تجربة المواطنين طلبوها منكم وقدرتوا انكم تلبوها؟ نعم. هلا احنا بمجلس المحافظة هي عدة لجان مختصة بكل القطاعات اللي موجودة بالمحافظة، مثل التربية، الصحة، الأشغال، الثقافة، السياحة، الآثار. جميع القطاعات هذه كلياتها هي تدخل بمجلس المحافظة، وهو يوزع الموازنات على هذه القطاعات، يعني بالشكل كل قطاع احتياجاته. هلا لما احنا قسمنا حالنا على اللجان، لقينا انه في لجان مش موجوده، مثل لجنه الشباب، مثل لجنه الثقافه، لجنه المراه. هذه ما كانت موجوده عندنا، فاستحدثنا احنا داخليا من خلال المجلس، استحدثنا لجنه الشباب، وكان لها عمل رائع وكبير وخدمه للشباب، يعني كان لها دور فاعل كثير. ولجنه الثقافه اللي كنت انا رئيسه لجنه الثقافه، فاحنا اقرينا انه بدنا نعمل مركز ثقافي بجرش، وهلا احنا بصدد افتتاح بشهر 6 هذا المركز الثقافي الكبير اسوة بالمحافظات الثانيه. بعدين اخذنا قرار بانشاء او مبنى مركز العدل، قصر العدل، عشان المواطن ما يتغلب يروح من محافظه لمحافظه، يعني الخدمات تكون داخل محافظه جرش. حاولنا انه يعني قد ما بنقدر انه نخدم جرش بما تحتاجه، والتحديات نتعدى التحديات ونسهلها وندللها في سبيل انه احنا انه نقدر نعمل او ننفذ المشاريع اللي بتنهض بجرش. فهو له عامل كبير مجلس المحافظه بالنهوض بالمشاريع الاستثماريه وتخفيف البطاله والنهوض بجرش. سيد دلال، يعني المواطن العادي إذا عنده مشروع أو عنده فكرة معينة وحابب إنه يعرضها عليكم، وين ممكن إنه يلتقي معكم؟ كيف ممكن يلتقي معكم ويعرض عليكم هذا المشروع اللي يفترض إنه مشروع بيتعلق بتنمية المدينة أو المنطقة تبعته؟ فأين يمكن أن يلتقي بكم المواطن؟ هلا المجلس المحافظة هو له مبنى خاص فيه، بيكون في رئيس المجلس، بيكون في مساعد، بيكون في النائب، بيكون في كل رؤساء اللجان
والأعضاء اللي موجودين فيه. فأي مواطن من حقه إنه يطلب أي مساعدة من هذا المجلس، طبعا مساعدة لأنه هو تقريبا كمان خدماتية. يعني حدا بده نقول مكان قرى نائية بدها مدرسة، بدهم شبكة مياه، بدهم إنارة، بدهم مركز صحي. هذا مجلس المحافظة بيقدر إنه يوفر هذه الأشياء من خلال الاجتماعات وأخذ القرار ومشاركة المواطن مع المجلس، إنه نشوف شو احتياجاته وشو طلباته. فكونه في مبنى معناته هذا المبنى بيستقبل المواطن، وبنشوف إحنا شو طلب المواطن وشو بنقدر إحنا ننفذ له من هذا الطلب. سيدة نارين، هلا انتم عم بتخوضوا انتخابات لأول مرة، انت والسيدة ليلى. فهل من الممكن انه تعطونا شوية معلومات عن الانتخابات؟ امتى وكيف وشو المواطن لازم يساوي وشو المطلوب منه مشان يشارك في عملية الانتخابات؟ بكل تأكيد. هلا احنا انا والست ليلى تابعين، احنا مترشحين عن منطقة وادي السير، فإحنا بنتبع لنفس مراكز الاقتراع ولا تقريبا نفس صناديق الاقتراع. هلا المواطن عليه أول خطوة إنه يبعث رقمه الوطني برسالة عادية على الرقم 94455. بترجع له رسالة فيها تفاصيل، بصار فيها وين مركز الاقتراع ورقم الصندوق اللي بده يقترع عليه. الانتخابات رح تكون يوم 22/3 من الساعة 7 الصبح للساعة 7 المساء، وفي احتمالية لتمديد موعد الانتخاب ساعتين بحد أقصى إذا شافوا إنه استدعت الحاجة للتمديد. إذا كانت نسبة عدد الناس الناخبين المتوجهين للصناديق أقل من النسبة اللي هم متوقعينها، فممكن إنهم يمددوا ساعات الاقتراع لساعتين بعد الساعة 7. هلأ توصلك الرسالة النصية بتحكي لك وين مركز الاقتراع. مع مركز الاقتراع بيكون رقم صندوق. المقترع بده يفوت على غرفة اللي هي بتكون تمثل رقم الصندوق هذا. راح يكون في صندوقين داخل هاي الغرفة بيحملوا نفس الرقم، لكن واحد منهم راح يكون لمجلس الأمانة والتاني راح يكون لمجلس المحافظة. واسمحوا لي بس مشان المقترعين بس يعني أحكي على هاي النقطة. اللامركزية بطل في إشي اسمه لامركزية، صار اسمها مجالس محافظات بالتشكيلة الجديدة اللي إحنا يعني امبارح شرحوا لنا عنها، إنه راح يكون مجلس محافظة، مجلس تنفيذي، ومجلس أمانة. المجلس التنفيذي مش ما لهش علاقة بالانتخابات، هو تابع ل الهيكلة الحكومية، يعني مش تابع للأمانة راح يكون. فإحنا معنيين بمجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان. بالنسبة لعمان بطل في شيء اسمه لا مركزية، مشان المقترعين لما يفوتوا ما راح يلاقوا صندوق لا مركزية، راح يلاقوا صندوق مجلس محافظات. فهلأ راح يستلم كل ناخب بمنطقة وادي السير ورقتين. ورقة راح تكون خاصة لمجلس أمانة عمان فيها أسماء 5 من المرشحين لمقعد وادي السير. على الناخب إنه يعمل صح، على إشارة صح عند اسم الشخص المرشح اللي هو معني إنه ينتخبه. ولازم يكون حريص الناخب إنه ما يعمل أكثر من إشارة على، يعني يعمل إشارة لشخص واحد فقط، لأنه وادي السير تمثل بمقعد واحد لمجلس أمانة عمان ومقعد واحد لمجلس المحافظة. رح يستلم ورقة تانية عليها أسماء المرشحين لمجلس المحافظة، ونفس الإشي بده يعمل علامة صح عند اسم المرشح اللي هو برغب بأنه ينتخبه لمجلس المحافظة. بيتم إسقاط ورقة مجلس أمانة عمان بصندوق مجلس أمانة عمان، وإسقاط ورقة مجلس المحافظة في صندوق مجلس المحافظة. العملية الفنية أو التقنية اللي بيمشي فيها المسؤولين عن عملية الاقتراع إنه بده يفوت الشخص على الغرفة، بيتم التأكد من هويته إنه هو شخص بحق له الانتخاب، بيتم تحديد رقمه على قائمة الناخبين، بيوقع وبعدين بيقوم بعملية الاقتراع. ببساطة هيك هي، يعني مفروض العملية ما بتاخد من 10 ل 15 دقيقة. طيب سيدة ليلى،
يبدو انه الست نارين يعني شرحت بشكل وافي عن عمليه الانتخابات. اذا بتحبي تضيفي على هذا الكلام، او بدي اسال سؤال ثاني اللي هو انتم كمجموعه من السيدات اللي عم بترشحوا انفسكم، هل راح تقدموا تسهيلات للي بدهم ينتخبوكم؟ يعني هل انتم عم تعملوا حملات معينه اللي تسهلوا على الناس او على الناخب انه يشارك بالعمليه الانتخابيه؟ تفضلي. بدي احكي انا نقطه انه كل منتخب بده يتاكد من مكان من هويته ومكان الاقامه تبعه، انه احنا لان احنا الثنتين مرشحات عن منطقه وادي السير، فكل منتخب يتاكد انه مكان الاقامه وادي السير او الجندويل او السابع، هدول المناطق هو بيقدر ينتخب اللي مكتوب على هويته هذا الاسم بنتخبنا بمنطقه وادي السير. بالنسبه للتسهيلات احنا في عنا شباب ان شاء الله راح يكونوا جاهزين، للي ما بيقدر يروح ينتخب بيقدروا يحكوا معاهم على عنا رقمين ارقام الحركه هاي عنا، بيقدر يحكوا معاهم بيجي بياخذوه من البيت بيودوهم ينتخبوا بيرجعوهم للبيت. فاذا بدكم بزودكم باسمائهم بارقام هدول الشباب مشان التسهيل على المواطنين اللي ما بيقدر يروح، اذا في ست كبيره ما بتقدر توصلوا لعندهم بياخذوهم وبيرجعوهم للبيت. احنا طبعا يعني راح نساعد بهذا الموضوع يعني كتلفزيون نارت والسوشيال ميديا تبعين تلفزيون نارت، وممكن انه نحط الاسماء الشباب ونساعدكم بالحمله هاي يعني قبل الانتخابات بيوم يومين، لما انتم تقرروا انه حابين تحطوا اعلانات بهذا الموضوع، احنا جاهزين مشان نحط اسماء الشباب وكيف بدهم يتواصلوا معهم. ممكن بس اضيف نقطه صغيره باسل. هلا الناخبين بهاي العملية الانتخابية مش مضطرين يعملوا أي شيء قبل يوم الاقتراع، هم بس مطلوب منهم إنه يكون معه هويته يوم الاقتراع فقط. يعني ما في عملية تسجيل ناخبين قبل زي الانتخابات النيابية، هي على الهوية فقط. ست ليلى لفت انتباهي بس شغلة انت حكيتيها، المناطق اللي بدها تنتخبكم يعني وين هي؟ يعني وين حدودها؟ شو هي المناطق؟ يعني هل مرج الحمام عندكم ولا مش معكم؟ وين المناطق بالضبط؟ احنا من عند الدوار الخامس لمنطقة وادي السير كاملة بيقدر ينتخبونا، منطقة مرج الحمام منطقة ناعور ما بينتخبونا ما بيكونوا معنا، وكمان مناطق يعني المناطق اللي فيها بدي احكي شركس مثل صويلح ناعور مرج الحمام ما بيقدروا ينتخبونا، بس احنا من منطقة الدوار الخامس لوادي السير اخر وادي السير. تمام. ست دلال، انا دائما بحب اطرح موضوع، يعني في مجموعة من الناس مرشحين انفسهم على المقعد اللي انت حابة انك تنزلي فيه، فلماذا على الناخب ان ينتخب السيدة دلال قردن عفوا، لماذا السيدة دلال قردن يجب على الناخبين أن ينتخبوها؟ تفضلي. والله هذا سؤال جميل جدا. هلا الإنسان دائما لما يكون فاعل بمجتمعه ومؤثر وبيكون بيقدم خدمات للمجتمع فبترك بصمة عند الناس إنه هذه السيدة نازلة لهذا الموقع علشان إنها تشتغل. فإحنا من قبل بالعمل التطوعي وبعد هال4 سنوات بمجلس المحافظة فحاولت إني أكون على مسافة واحدة من الجميع. ما كان في عندي إلا بس بدي أخدم المواطن، بدي أخدم المرأة، أشوف شو احتياجاتهم شو مشاكلهم. فدائما أنا كنت أسهل وأذلل الصعاب اللي أمام طريقهم بمساعدتهم. فهذا الإشي خلى في عندي بصمة إيجابية. فأنا تفاجأت إنه بالدورة الثانية إنه في ناس كتير عم بيحكوا معي بيقولوا لي دلال بدنا إياكي تنزلي مرة ثانية لأنك أثبتي نجاحات كبيرة بهذا العمل، وبدنا إياكي إنك تكوني أنت موجودة وتمثلي المرأة الأردنية، المرأة الجرشية، المرأة الشركسية. فأنا كتير حبيت إنه هذا الشعور من هدول الناس اللي قدروا هذه الخدمة وقدروا هذا التعب معاهم. فعشان هيك أنا حبيت أخوض الانتخابات
مرة ثانية، وإن شاء الله إني كمان يعني بثبت أكثر من الأول، لأنه إحنا زي ما قلنا حق على الوطن، والوطن له حق علينا، وإحنا لازم نخدم وطننا ونخدم أبناء وطننا. عشان هيك أنا حبيت أنزل للمرة الثانية بتشجيعهم وبقرار داخلي مني إني أنا حابة أستمر بمسيرة العطاء اللي لمحافظتنا ولوطننا. سيدة نارين برضو نفس السؤال، لماذا على الناخب أن ينتخب السيدة نارين وفي عندنا مجموعة من المرشحين أيضا لهذا المنصب، وخاصة يعني أنت عندك خلفية رياضية، اشتغلتي بعدة مناصب بهذا المجال، وعندك شهادات عليا بهذا الموضوع، فماذا ستفعلين للناخبين إذا وصلت إلى أمانة عمان؟ هلا بداية صحيح أنا رياضية، بس مشان يعني أتوج خبرتي الرياضية بالعلم أنا كملت تعليمي وأخذت أول شهادة ماجستير وأخذت الشهادة الثانية. أنا بعمل بمشاريع تطوير المجتمع من أكثر من حوالي 10 سنوات، وبمتلك خبرة كتير كويسة في هذا المجال، في مجال مشاريع التطوير المجتمعية. شهادة الماجستير اللي أخذتها مؤخراً في التقييم والإشراف على المشاريع هي يعني بتخدم كتير المكان اللي أنا عم بصبو إني أترشح له، لأنه محور شغل الأمانة كله عبارة عن مشاريع، وكانت معظم المشاريع اللي اشتغلت فيها خلال فترة 10 سنوات الماضية بتشاركية بين أمانة عمان وبين وزارة الشباب. وخلال مجال عملي الواسع والطويل أنا بمتلك شبكة علاقات كتير كويسة بالأردن هون وخارج الأردن، وبالتأكيد شبكة علاقاتي هاي أنا راح أستخدمها لحتى أفيد المكان اللي أنا راح أكون فيه. هلا إن شاء الله أترشح، إن شاء الله أفوز بالانتخابات وأوصل لهذا المكان. أنا فكرتي عن العمل في هذا المكان إني يكون تشاركي أكثر من ما إنه يكون عمل منفرد مني أنا شخصياً. راح يكون عمل تشاركي من خلال إني أعمل لجان تطوعية محلية حسب المناطق اللي أنا راح أكون فيها في منطقة وادي السير. هاي اللجان المحلية هي اللي راح تساعدني في معرفة شو ما بتحتاجه كل منطقة من مناطق وادي السير. في مناطق بوادي السير لازم يتم إعادة تسمية بعض شوارعها حتى نثبت زي ما تحكي أحقية مؤسسين هاي منطقة وادي السير بأسماء الناس اللي أسسوها واللي بنوها من الأساس. راح أبحث كتير عن برامج بتحقق التنمية المستدامة لتسخيرها لمنطقة وادي السير، وراح أحاول أقدم توصيات واقتراحات لتطوير ورفع مستوى الخدمة التحتية لمنطقة وادي السير، طبعاً بعد عدة جلسات حوارية مع أهالي منطقة وادي السير. برضو سيدة ليلى، كمان نفس السؤال، لماذا السيدة ليلى علينا انتخابها؟ الناخبين يريدون أن يعرفوا لماذا السيدة ليلى. تفضلي سيدة ليلى. أنا بالنسبة لي لأنه كثير انخاب مع المجتمع، أنا بنخرط وبشوف إنه من سيدات مجتمعنا بالذات إحنا يعني كشركس إنه في سيدات عنا كثير في يعني في عندهم مشاريع كثير قائمين عليها وشغالين فيها، وما بتنعطى لهم الفرصة إن هاي مشاريعهم تظهر للمجتمع وإنهم يظهروا أمام المجتمع. وأنا كسيدة يعني بحب إني أظهر أشتغل على هاي المشاريع الصغيرة، فحابة إنه تنعطى إلي الفرصة وانخراطي مع المجتمع وكون يعني بشوف كثير سيدات في يعني عندهم مجال كثير كبير للعطاء، كثير كبير لإظهار المشاريع والعمل عليها وتشغيل، يعني تشغل كثير أيديا يعني معانا في هاي المشاريع. فبتمنى يعني إني أنا أعطى هاي الفرصة وأكون في هذا الموقع اللي أخدم سيدات مجتمعي وأخدم المجتمع كمجتمع وادي السير يعني كسيدات، لأنه كمجتمع كمان يحتاج هاي الخدمة، يعني إني أخذ فرصتي في هذا المكان إن شاء الله. طبعا احنا في عنا أسئلة كثير اجونا على الحلقة، فمشان هيك خلينا ناخذ بعض الأسئلة من المشاهدين. في عنا سؤال من السيد أحمد بزدوغ،
يعني أنا مش ملاقيه هون بس حسب ما أنا بدي أتذكره، هل المجتمع يتقبل سيدة دلال المرأة أن تكون شاغرة لهذا المركز مقابل الرجل؟ هل بدأت المرأة تنافس على المواقع اللي في المواقع اللي ممكن انه ينافسها فيها الرجل؟ نعم. هلا احنا بنقول دائما انه المرأة ما دام لها حق دستوري بالانتخاب ولها حق دستوري بالتصويت، فلازم المرأة انها تثبت نفسها وتثبت حالها. هلا المجتمع الذكوري هو ما بده انه المرأة تكون هي يعني على انها هي تكون صاحبة قرار وصاحبة منصب، فاللي بده يصير هذا كلياته انه المرأة ما دام هي اثبتت نفسها واثبتت ذاتها فلازم تاخذ حقها الدستوري وتشارك بالعرس الديمقراطي وتثبت حالها انها تكون منتخبة او مرشحة. فعشان هيك دائما نقول لازم المرأة تشتغل على نفسها وتثبت مكانتها وتفعل دورها وتوصل لصنع القرار وتشارك مع صناع القرار، تشارك هذه الحياة اللي هي لها حق دستور واضح إنه هي لازم تستغل هذه الفرصة إلها. فما دام إلنا فرصة لازم إحنا نستغل هذه الفرصة. تمام. برضو من أسئلة المشاهدين سيدة نارين، في عندنا سؤال من داود باشا هاكوز. السيد داود باشا بيسأل ما هي الرؤية والرسالة الموجودة لدى السيدة نارين، ماذا ستفعل إذا فازت؟ ماذا سأفعل إذا فزت؟ نعم. راح أخدم منطقة وادي السير بكل ما أستطيع، بكل جهدي. منطقة وادي السير منطقة حيوية، لابد من تحسين خدماتها الأساسية لأنها صارت ذات كثافة سكانية عالية، مشان هيك تحتاج لاهتمام تنظيمي أكثر بهاي المنطقة وتكاثف كافة الجهات لحل مشاكلها التنظيمية. بصراحة أنا شخصياً حاولت أشوف أكثر المشاكل اللي بتواجهها منطقة وادي السير. لقينا إنه يمكن من أهم مشاكل وادي السير اللي الكل بيحكي فيها هي منطقة الدوار الثامن. منطقة الدوار الثامن والأزمة اللي عم بتصير بشارع وادي السير الرئيسي هي واحدة من أولويات الاهتمامات اللي لازم تهتم فيها أمانة عمان، وعن طريق من خلال الشخص اللي راح يكون ممثل لمنطقة وادي السير في مجلس أمانة عمان. غير بيضلوا يحكوا كتير أهل وادي السير على المقبرة. للأسف المقبرة هي مش من ضمن صلاحيات تحديد أرض للمقبرة، مش من ضمن صلاحيات مجلس أمانة عمان. مشان هيك يمكن في تعاون يكون مع وزارة الأوقاف لحتى نحل هاي المشكلة لأهالي عمان. تشكيل أول إشي راح أعمله زي ما حكيت، أنا راح أعمل على تشكيل لجان محلية تطوعية. عن خلال هاي اللجان هي نعرف المشاكل الأساسية للمناطق المختلفة اللي بوادي السير. وأظني في عنا شوي مشكلة بتسمية الشوارع تبعت وادي السير، إنه في بعض شوارع تم تغيير تسمياتها، إنه نحاول نرجع ل أسماء أساسية لها. البنية التحتية في منطقة وادي السير بدها شغل كتير من الأمانة. بالفترة الماضية كان في اهتمام بجزئية لمناطق معينة بوادي السير، وكان في شوية عدم اهتمام بباقي المناطق الحيوية الأساسية. أنا بصراحة تركيزي راح يكون على هاي الأشياء بالتحديد. هلأ إذا خلال 4 سنوات هاي قدرت أعمل جزء من هاي الأشياء إن شاء الله بقدر. بالإضافة إلى أنا عندي اهتمام خاص بقطاع الشباب. من خلال الأمانة في مجال للوصول لكثير من المؤسسات والهيئات اللي بتعنى بقطاع الشباب وبتعمل على إنشاء مشاريع خاصة، مشاريع تنموية خاصة بتنمية وتطوير الشباب. هذا جزء ثاني من اهتماماتي راح تكون خلال الفترة اللي راح أكون فيها في مجلس أمانة عمان إن شاء الله. إن شاء الله. سيدة ليلى، برضو كمان سؤال من المشاهدين من السيد يعقوب شابسو. سيد يعقوب شابسو عم بيسأل عن مدى تقبل المجتمع الشركسي لإعطاء فرصة لمرشحات للوصول إلى
المقاعد اللي عم يطلبوها. ما رأيك سيدة ليلى شابسو؟ هل المجتمع الشركسي جاهز أو عنده حماس إنه يعطي لسيدات أصوات، أم راح تكون هذه عقبة؟ لا، إن شاء الله اليوم المجتمع الشركسي عندهم القابلية لإعطاء السيدات هاي المقاعد، وبالعكس كتير كتير في حماس وفي تشجيع من هذا الموضوع، وإن شاء الله كلهم إيد واحدة على هذا الموضوع إن شاء الله، والحماس كتير كتير كبير وفعال. وبتمنى إن شاء الله يعني إعطاء الفرصة سواء إلي ولا غيري من السيدات من مجتمعنا والمجتمعات الثانية إن شاء الله. سيدة دلال، كل شخص بينزل على انتخابات في عنده برنامج انتخابي. ما هي أهم البنود في برنامجك الانتخابي؟ طبعا احنا بنحب انه يكون البرنامج الواقعي، لانه معظم المرشحين احنا متعودين في الأردن بيعملوا برنامج انتخابي، وهذا البرنامج بيكون يعني عبارة عن فقط ديكور. فأنا حابب انه فعليا انت شو حاطة في بالك انك تطبقيه لما توصلي مرة ثانية على المجلس اللامركزية، أو كما صار يطلق عليه حاليا مجلس المحافظات؟ تفضلي. هلا احنا بنقول دائما انه الانسان لازم يقدم شيء لوطنه وشيء لمحافظته. فاحنا ما حاولنا انه نحكي اشياء انه ما بنقدر عليها، بالعكس جرش كونها انها مدينة سياحية اثرية مطلوب منا انه ننهض بهذه المحافظة العريقة بتاريخها وبعراقتها، بتاريخها المشرف، بسياحتها، بآثارها، معروفة على مستوى العالم. فإحنا بداية بالمجلس الأول مجلس المحافظة حاولنا إنه دائما 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 إنه إحنا نهتم بهذا الموضوع، نهتم بموضوع السياحة، وعليه ترتب برامج كبيرة يعني. والحمد لله إنه السنة بالصيف المواطن راح يشعر بهذا التقدم بالسياحة الموجودة بجرش. شغلة ثانية إنه في إحنا عندنا قطاعات كلها مهمة، ولكن في أهم. هلا اهتمامنا كثير بطلبات جرش بالنسبة للبنية التحتية اللي موجودة لشبكة المياه، في عنا للمدارس للتعليم، في عنا الصحة للمراكز الصحية الموجودة، هذه طبعا بدينا فيها وإن شاء الله راح نكملها. في عنا فتح لشوارع لمناطق كانت بعيدة، هذه كمان راح نكملها. إنارة، في وضع يعني في شغلات كتير بديناها بالأول، وإن شاء الله هلأ لما نرجع إنه راح نكملها للنهوض بجرش واستثمار حيوي يكون بجرش، حتى نساعد أبناء جرش، حتى نخفف البطالة، حتى نخلق فرص عمل لإلهم. والأشياء اللي إحنا قدمناها بالأول مثل قصر العدل اللي راح يكون في افتتاحية لإله إن شاء الله، مثل المركز الثقافي، الأشياء هي كلها الحيوية اللي بتخدم جرش، اللي ما كانت بالأول. هي كانت موجودة ولكن ما كان في اهتمام، ولكن بوجود مجلس المحافظة وتخصيص الموازنة لهذه القطاعات، وهذه القطاعات يعني نهضت، كل قطاع نهض بوجود الموازنة هذه. فإحنا إن شاء الله المرة القادمة إنه راح نكون نشتغل يعني على قدم وساق للنهوض أكثر بمحافظة جرش، كونه إنه هذا المجلس هو يعنى بهذا الاستثمار القوي في جرش ويعنى بنهوضها. إحنا في على عاتقنا أمانة كبيرة إحنا حاملينها، إنه كل مجلس ينهض بمحافظته ونحقق رؤية جلالة سيدنا لما أعطى منحة أعطى هذا المجلس لكل محافظة. هي كل مجلس هو أدرى باحتياجات محافظته، إيش اللي بدها إياه. فإحنا جلالة سيدنا حبانا بهذه المنحة القيمة الكبيرة اللي أعطى فرصة إنه هذا المجلس يقدر يشتغل بالتعاون مع المجلس التنفيذي، تعاون مع مجلس البلديات اللي موجود عنا بجرش وبكل المحافظات، حتى إنه إن شاء الله المرة هذه الثانية أو الدورة هذه الثانية إنه
كل شيء أسسنا راح يطلع على النور، راح يطلع للنور وعلى أرض الواقع يحقق، ويحس المواطن الأردني والمواطن الجرشي بأهمية هذا المجلس، إيش هو قاعد عم بيعمل من إعمار واستثمار بهذه المحافظة. طيب سيدة نارين، أنا كنت بدي أسألك نفس السؤال عن البرنامج الانتخابي، بس حضرتك حكيتي بأنه على الأرجح أنه منطقة الدوار الثامن هي اللي بتتصدر البرنامج تبعك، وشرحتي الموضوع. وهل بنعتقد أو يمكن أنه نعتبر أنه منطقة الدوار الثامن فعليا يعني رمز من رموز حملة السيدة نارين، ونعتبره تحدي من تحدياتها خلال ال4 سنين القادمة، بحيث أنه بعد 4 سنين نسأل السيدة نارين ماذا حدث في الدوار الثامن؟ هل فعلا الموضوع عم تاخذيه على محمل الجدية؟ نعم بكل تأكيد. يعني هو هلأ مبدئيا أنا لسه يعني إحنا لساتنا في مرحلة الترشح، لكن بعد ما أنت تصير في المكان راح تبرز لك أكثر من مشكلة بتواجهها المنطقة، لكن راح يضل منطقة الدوار الثامن هي أولوية، لأنه هي مدخل، يعني هي الستارتينج بوينت لمنطقة. بعد ما تقطع أنت السادس والسابع، هي بتدخل أنت لمنطقة لحدود البيادر ووادي السير. هي من زمان مشكلة الدوار الثامن، قبل ما يعملوا إشارات لما كان دوار كان في مشكلة، عملوا الإشارات ما انحلت المشكلة، بس صار شكلها شكل تاني، يعني صار تصميمها وديكورها شكل تاني. هي راح تكون من الأولويات بكل تأكيد. راح أحاول جهدي، راح أبذل كل السبل، راح أطرق كل الأبواب، راح أفتح كل الشبابيك وكل النوافذ حتى أوصل لحل مشكلة الدوار الثامن، لأنه عن جد هو الثامن هو زي اللي عم بيخنق أغلب سكان البيادر ووادي السير. هلأ البيادر لها مخرجين، هو دوار الشعب ودوار الثامن ودوار الصناعة، الثلاثة فيهم مشكلة اختناق مروري. لازم يكون في حل. احنا في عنا كتير مهندسين، وفي كتير مهندسين طرق أكيد في بأمانة عمان، لأنه هي أساس شغلها هندسة الطرق. أكيد لازم يكون في حل لكسر الاختناق المروري اللي بتعاني منه منطقة البيادر ووادي السير على ال3 دواوير هدول، وبالذات على الدوار الثامن. سيدة ليلى باسل راجع، بنقعد إن شاء الله بنعمل لقاء بعد 4 سنوات وبكون حليت هاي المشكلة بكل تأكيد إن شاء الله. راح نتبع معك يعني عن الموضوع. سيدة ليلى، هل يوجد عندك برنامج انتخابي كمان في نوع من الطموح اللي يقنع كمان الناخبين بأنه يوقفوا مع الست ليلى، إن كان خلال ترشيحها أو حتى بعد وصولها إلى المجلس؟ تفضلي ست ليلى. إن شاء الله في برنامج انتخابي إن شاء الله. أنا ناوي على استقطاب المشاريع للتنمية من تخفيف حدة البطالة للمنطقة بشكل عام، والمشاريع واستقطاب المشاريع اللي بتحضن الشباب، يعني كعمل مراكز لهم شبابية أو العمل على الحدائق للمجتمع، وملاعب يعني كمان للشباب بنحاول يعني، ونعمل على تعزيز إن شاء الله يعني السياحة، كونها وادي السير يعني معروفة، ونعكس تاريخ السياحي، نعززه ونعكسه إن شاء الله. سيدة دلال قردن، طبعا احنا عم نحكي عن المجتمع الشركسي، ولكن حضراتكم يعني مش فقط يعني مرشحين عن المجتمع الشركسي فقط، ولكن عن باقي الناس والعشائر اللي موجودين في المحافظة، في محافظة جرش أو في وادي السير. فهل هناك تحالفات وتواصل مع العشائر الأخرى اللي موجودة في المنطقة؟ نعم، يعني احنا النسيج الشركسي اللي موجود بكل مكان وبكل محافظة، ومن خلال تعاملهم بشفافية ومصداقية مع العشائر الثانية، مع أبناء الوطن، خلى مكان لهذا النسيج الرائع إنه يتوافق مع هدول العشائر والقبائل الموجودة، حتى إنه كنا إحنا نحظى بمكانة ونحظى بموقع كبير وموقع حساس بجرش،
عشان هيك في لنا قوة كبيرة من خلال إقناعنا لهدول العشائر اللي موجودة وتعاملنا معاهم. يعني إحنا بنحكي عن جرش، عن قصبة جرش، يعني هو نسيج رائع بجرش، إنه الشركسي والناس اللي موجودة، النسيج الموجود، إنه هذه بنت جرش، يعني بنظروا لنا إنه هذه بنت جرش، بس بنت جرش الشركسية اللي هي بتشتغل على مسافة واحدة من الجميع، بتشتغل بمصداقية وشفافية، بتشتغل مع الكل بأمانة، ما بتعطي وعد إلا إذا كانت بتقدر عليه، صادقة بالقول مع الناس. يعني هذا المكون الرائع اللي موجود عندنا بجرش، وإظهار المرأة الشركسية بمصداقيتها وشفافيتها معاهم أعطاها مكانة كبيرة، إنه الكل قاعد عم بتعاون معي. يعني لما أقدم حالي إني أنا البنت الجرشية اللي حابة أشتغل للجميع، هذا إشي أعطاني قوة وأعطاني محبة الناس أكثر. عشان هيك يعني كان لهم رغبة إني أنزل مرة ثانية، وأنا لبيت هذه الرغبة وبأنزل مرة ثانية إن شاء الله، على أساس إنه إحنا كلياتنا عشيرة واحدة، عشيرة أردنية موجودة في جرش. سيدة نارين، في سؤال كمان برضو من السيد أحمد بزدوغ. طبعا احنا بنعرف انه حسب القانون المؤسسات او الجمعيات ما بيصير انها تدخل على الانتخابات او على دعم اي من المرشحين، ولكن خلينا نحكي عن رؤساء المؤسسات او اعضاء المؤسسات الشركسيه. في عندنا عدد من المؤسسات والمبادرات الشركسيه باعداد منيحه، فهل هناك تواصل معهم؟ هل هناك دعم منهم؟ تفضلي ست نارين. بكل تأكيد دكتور، المؤسسات الشركسية من أول يوم الحمد لله، ويعني بحمد الله ممثلة سواء برؤسائها أو بكافة الأعضاء العاملين فيها. كانت ردود من البداية، كانوا هم السند وهم الأساس اللي إحنا توكلنا على الله وعلى دعمهم إلنا إن شاء الله بخوض هاي الانتخابات. في البداية لما ترشحنا للانتخابات مجلس الأمانة والمجلس المحافظة، كان بناء على زي ما تحكي بادرة طيبة من مجموعة من المؤسسات الشركسية في رغبتهم في ترشيح سيدات شركسيات عن هدول المكانين. بعد الترشيح تم عقد اجتماع لكل رؤساء المؤسسات الشركسية، وتم مباركة ترشيحنا أنا والست ليلى شابسو عن منطقة وادي السير. وصراحة من أول ما بلشنا والسيدة دلال كمان كانت موجودة على فكرة كمان، والسيدة دلال، السيدة دلال كمان مطروح كانت مطروح. فكان مباركة من كل المؤسسات الشركسية، وكان إجماع منهم كلهم لا نستمر في عملية الترشيح والدعم إن شاء الله المطلق من الجميع. هلا إمكانيات المؤسسات بتختلف بين مؤسسة وأخرى، وإحنا منقدر هذا الإشي، وبنشكر كل المؤسسات على كل إشي بيقدموه، وفي مؤسسات لسه راح تقدم إن شاء الله. هلا إحنا شوي موضوع الجمعية الخيرية الشركسية، لأنه إحنا بنحب إنه تضلها الجمعية محافظة على مكانتها، مش عم نحاول نضغط، لأنه في تعميم من وزارة التنمية الاجتماعية بعدم خوض الجمعيات الخيرية لأي جزئية من جزئية الانتخابات. فإحنا دائما حرصنا على الجمعية بخلينا فاهمين هذا الموقف اللي فيه جمعية، لكن الأفراد كأفراد من الهيئة الإدارية للجمعية صراحة ما حدا فيهم عم بيأثر. إحنا دائما عزوتنا أهلنا وطمعتنا دائما في مؤسساتنا وبكل أهلنا اللي تابعين لهاي المؤسسات، وعزوتنا الأكبر بشبابنا. فإن شاء الله كلهم بنلاقيهم قدامنا وورانا وبجنبنا خلال هاي المسيرة اللي عم نمشي فيها في الانتخابات لمجلس أمانة عمان ولمجلس المحافظات. سيدة ليلى، برضو في سؤال من المشاهدين. السيدة ليلى، السيدة تمارا شوكت بتسأل بشكل خاص حضرتك، شو أكثر مجال بتشوفي حالك راح تقدمي أحسن ما عندك؟
سيدة ليلى؟ والله أكثر مجال بشوف حالي بقدم فيه حالي في استقطاب المشاريع، تنمية المشاريع يعني للسيدات العاملات، للسيدات المنتجات بشكل عام. هذا بشوف حالي إني راح أكون يعني إن شاء الله فيه، واللي بقدر عليه كمان إن شاء الله ما بقصر فيه إن شاء الله. إن شاء الله. سيدة دلال، طبعا يعني إحنا هذا البرنامج جزء من برامج قناة نارة الشركسية، وبالتالي المشاهدين هم عبارة عن معظمهم من المجتمع الشركسي. فأنا راح أسأل بشكل له علاقة بالمجتمع الشركسي، واللي هو كنا شركسيات، فهل هذا راح يعطي إيجابية لحملتكم الانتخابية؟ هل هذا راح يساهم في نجاحكم في القيام بواجباتكم؟ يعني ماذا يعني أن تكونوا شركس ومرشحين بهذه الانتخابات؟ ما بعرف الست دلال معنا كأنه طلعت. خلينا نبلش معناته من الست نارين لحد ما تقدر ترجع الست دلال. تفضلي ست نارين. هلا يعني احنا بالاول وبالاخير شركس ولا مش شركس، احنا مكون من مكونات المجتمع الاردني. هلا كوننا شركس احنا وبالذات من منطقة وادي السير، فشركس من مؤسسين منطقة وادي السير، وعلى مدى القرون اللي احنا متواجدين فيها في منطقة وادي السير بنتميز بعلاقاتنا الطيبة مع كافة مكونات المجتمع الأردني والعشائر اللي بتسكن بوادي السير، بحكم الجيرة، المصاهرة، الصداقة، العمل، بكل نواحي الحياة. يعني بتصور إحنا صفاتنا العامة واللي بتميزنا بالمواطنة الصالحة من صدق وأمانة ونزاهة وإخلاص عم نعكسها حاليا من خلال حملتنا الانتخابية، وإن شاء الله رح نعكسها لاحقا في المواقع اللي رح نوصل لها. ما بتصور إنه يمكن بهاي المرحلة حسب إحنا القراءات اللي عم ناخدها خلال فترة الانتخابات، هاي فترة ال4 أسابيع الماضية، القراءات اللي عم ناخدها من المجتمع الأردني إنه نوعا ما لو تحكي فيه 50% من الناخبين عم بيدوروا عن الشخص الكفؤ، ما عم بيدوروا على الشخص ابن أي حمولة أو أي عشيرة. فيمكن هاي واحدة من الأسباب اللي إحنا بتكون نقطة في صالحنا، يمكن لأنه إحنا بنشوف حالنا كفؤين زي ما الكل بيشوف حاله كفؤ. فأنا بتصور يعني ما نشوفها إنه شركس ولا مش شركس، إحنا مواطنين بالدرجة الأولى في الأردن، إلنا حق إنه يكون إلنا دورنا ومكاننا في المجالس اللي بتمثل مناطقنا، وهذا الحق إحنا عم نسعى له من خلال الانتخابات ومن خلال صناديق الاقتراع، وهذا الحق اللي إحنا عم نطلب فيه من كافة أهلنا إنه يساندونا فيه. سيدة ليلى تفضلي. احنا بهذا الموقع يعني كشركس يعني يجب تعزيز دور المرأة الشركسية في هاي المواقع، خاصة المواقع اللي فيها شركس. هلا احنا بالنسبة للعشائر الثانية يعني علاقاتنا مع العشائر الثانية كثير جيدة جدا، فهم يعني العشائر الثانية كلياتها كمواقع عم تاخذ حقها بهاي المواقع وبتنتخب بتكون موجودة، فكمان احنا كمجتمع شركسي إذا بنكون موجودين في هاي المواقع فكتير يعني بكون جيد جدا لنا لخدمة مجتمعنا وخدمة الوطن كافة يعني إن شاء الله. طيب برضو في سؤال من السيد داود باشا هاكوز، بدي أقرأ كما هو. فازت العديد من سيداتنا من مجتمعنا بعدة انتخابات بشتى أشكالها، هل ستكرر مندوبات المجتمع الشركسي بالاعتدالية والتوفيق ما بين الحكومة ومطالب هل ستكون مرشحاتنا معتدلين في طروحاتهم، أم هل سيكون توجههم متطرف يعني أو حاد ويواجه يعني كأن يعني أنهم يكونوا
معارضين للقرارات اللي ممكن تمشي أو حادين بطباعهم، هل سيكونوا لينين بتعاملهم مع الإدارات اللي بيشتغلوا معهم؟ دكتور تفضل ست نارين. دكتور، هلا احنا المناصب او المواقع اللي احنا عم نترشح لها هي مواقع خدماتيه، يعني مش مواقع سياسيه. الهدف من وجودنا فيها انه احنا نقدم خدمات للمنطقه اللي احنا فيها. هلا دبلوماسيه العمل مطلوبه اكيد، يعني انت لانه بالاخير بدك تحقق مكسب لمنطقتك، فاكيد بدك تكون دبلوماسي جدا، وبدك تحاول تسخر كل مهاراتك السوفت سكيلز تبعتك حتى توصل انت للمسعى اللي انت بتسعى اللي تحققه للمنطقه اللي انت فيها. ما اظني انه وارد عند اي حدا فينا انه نكون متطرفين او متعنتين في قرارات في مطالبنا او قراراتنا. احنا في النهايه بنمثل منطقه، والمنطقه لها اهلها، واهلها احنا بنعكس بس مطالب اهل المنطقه، واحنا عم نحاول نوصل لمرحله انه اهالي وادي السير ياخذوا حقوقهم من الخدمات اللي بتقدمها امانه عمان. رح نكون اكيد دبلوماسيين، لانه حتى توصل لحقك لازم تكون دبلوماسي. اللي بده يحقق لك مطالبك هي الحكومه، فانت ما بتقدر تختلف مع الحكومه، هي اللي صاحبه القرار في الخدمه اللي انت لازم تقدمها لاهل منطقتك. فإن شاء الله تكونوا مطمنين ومرتاحين إنه إحنا راح يكون كتير دبلوماسيين. وهاي مش أول، أنا بالنسبة إلي هاي مش أول وظيفة حكومية بالنسبة إلي. أنا اشتغلت أكثر من 17 سنة وقدرت أحقق كل المطلوب مني بالوظيفة للناس المستفيدين من الوظيفة اللي كنت أنا أشغلها. فإن شاء الله بنمشي على نفس النهج من الدبلوماسية والحكمة والمنطق في الطرح إن شاء الله، وبتوجيهاتكم إن شاء الله. أنتم موجودين معنا، إحنا ما رح نكون بعاد عنكم، رح نكون على نفس الخط معاكم إن شاء الله. سيدة دلال، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. يمكن انقطع البث عندك شوي، مشان هيك بنرجع من عندك. سيدة دلال، قبل يومين ثلاثة كان عيد المرأة 8 آذار. طبعا كل عام وانتم بخير جميعا، وكل سيدات المجتمع الشركسي والأردني وكل سيدات العالم إن شاء الله بألف خير. سيدة دلال، اللي بدي أسأله بهذا الخصوص، ما الذي يعني إيش ممكن إنك تحكي كسيدة وكامرأة عن دور المرأة وتطلعاتها وحقوقها وواجباتها في الأردن؟ يعني من وين جاي المرأة، إلى أين ستذهب، وما الذي ستحققه، وما الذي عليها أن تقوم به خلال الحقبة الحالية لإثبات وجودها؟ أول شيء بقول لكل امرأة بيوم المرأة العالمي، بقول لهم كل عام وأنتم بخير. إحنا دائما كل يوم بنحتفل بيوم المرأة، لأن المرأة لها إنجازات كبيرة وأثبتت نجاحاتها في كل المواقع وفي كل الميادين. فالمرأة أثبتت نجاحها وتستمر بنجاحها. وبنقول دائما إنه دائما المجتمع يبنى للمرأة ومع المرأة، لأنه هي المرأة الواعية، المرأة اللي تعي لها وما عليها، اللي بتعرف حقوقها وواجباتها، اللي بتعرف إنه ما شو بتقدم قاعدة للوطن، اللي زي ما إحنا لنا حق على الوطن، والوطن كمان له حق علينا إنه إحنا ننهض فيه نستثمر فيه. المرأة الأردنية امرأة قوية واعية مثقفة، مرأة أثبتت نجاحها خاصة في الانتخابات بالحياة السياسية، نقول الانتخابية. هلا السيدة صارت توصل لمواقع من خلال اجتهادها، من خلال مثابرتها. نحكي دائما إنه المرأة قوية بموقعها. وبعدين إذا كانت سيدة، بالنسبة لي بقول عن تجربتي، المرأة بتقف بجنب المرأة حتى تكبر هي وياها، حتى تقدم الخدمة هي لمجتمعها. فأنا من خلال العمل التطوعي حسيت قديش في دور فاعل لها بالمجتمع، قديش هي مؤثرة، قديش هي إنسانة كبيرة وبتتحمل، ولكن أثبتت حالها بموقعها بنجاحها. فدائما بنقول إنها هي مؤثرة بجميع مناحي الحياة، مؤثرة بالاقتصاد وبالسياسة وبالتعليم وبالبيئة وبالقانون. فأنا بقول للمرأة الأردنية ساعدي نفسك، انهضي بحالك، فعلي دورك، كوني مؤثرة. العمل برفع من شأنك. شاركي بصنع القرار، اوصلي لصناع القرار،
من خلال الانتخابات والمناصب. هذا الحق الدستوري الأردني لكل مرأة، فيجب عليها أنها تحقق ذاتها وتحقق نفسها. ونحكي دائما إنه المرأة لها بصمة كبيرة وبصمة ناجحة في المجتمع. سيدة ليلى، ما الذي تريدين أن تقولينه للمرأة في عيدها وللمرأة الأردنية بالذات؟ ماذا تريدين أن تقولين لها؟ تفضلي. بقول للمرأة في يوم المرأة العالمي، زي ما حكت ست دلال، كل يوم هو عيد للمرأة. المرأة هي بنات، هي الأساس الداعم في هذا الوطن وفي كل بيت وفي كل أسرة. هي المرأة هي البنية الأساسية، وبناء عليها يظهر الأبناء والمجتمع كله بيكبر بسواعد، يعني بهمة المرأة بالبداية. المرأة دخلت في كل المجالات، وما ضل مجال ما فاتت فيه يعني المرأة. وهيها يعني هي بناء كمان احنا في رؤية سيد جلالة الملك عبد الله انه بدعم المرأة في هاي الاماكن، انها تكون موجودة حتى في هاي الاماكن وتظهر وجودها. وانا بشجع كل الستات كل السيدات، انهضي في نفسك، انت امرأة قوية قادرة ان تنتجي كل شيء، قادر انه يظهر كل شيء من تحت ايديك، فاظهري وانتجي وابدعي. أنا بدي أسأل سؤالين هلا لأنه الوقت عم بيداهمنا بشكل سريع. يعني عندنا سؤال من السيد سينار ديشك يعني من أمريكا عم بيتابعنا. هل هناك أي رؤية؟ المشكلة أنا لما أسأل السؤال في سؤال ثاني عم بنزل بغير لي مكان السؤال. هل هناك أي رؤية أو مشروع ولو بسيط لخدمة المجتمع الشركسي في المناطق المترشح عليها؟ يعني هل في مشروع تم طرحه عليكم أو أنتم عم بتفكروا فيه بشكل خاص ممكن يخدم المجتمع الشركسي؟ يعني أنا بعرف إنه فترة الترشيح تبعتكم كانت محدودة، ويمكن ما صار عندكم مجال إنه تفكروا بمشاريع أو لم تطرح عليكم مشاريع، ولكن قد يكون. فهل هناك مجتمع خاص بالمجتمع الشركسي ضمن برنامجكم؟ تفضلي سيدة نارين. والله هو بشكل واضح وصريح. يعني أنا الموضوع اللي أنا طرحته إنه أنا ممكن بدي أحاول ألاقي زي ما حكيت لك قطاع الشباب، أي مشاريع بتعمل على تطوير الشباب راح نسخرها نحاول من خلال مؤسساتنا الشركسية. هلا في موضوع انطرح بوادي السير هو تسمية الشوارع، وهذا موضوع راح نسعى له، لأنه في أسماء شوارع كانت مسمية بأسماء شراكس من مؤسسين مدينة وادي السير، بلدة وادي السير، وتم تغيير أسماء هاي الشوارع. كان في مطلب بأنه إعادة تسمية هاي الشوارع، وهذا موضوع أكيد. يعني هاي بالأخير مدينة وادي السير مدينة عريقة، مدينة إلها تراثها إلها كيانها. يمكن جزء يعني يمكن لما تمشي أنت بشوارع وادي السير وتصير تقرأ أسماء ناس من مؤسسينها تقول عن جد كان مثلا هذا الشخص من مؤسسين وادي السير. هاي دلالة تراثية يعني مهمة بالنسبة لوادي السير. فهاي كانت واحدة من الأشياء اللي طرحت من خلال مجموعة عن تسمية شوارع وادي السير. هلأ المؤسسات الشركسية في كتير منها موجود ضمن نطاق حدود مدينة عمان، ضمن حدود منطقة وادي السير، نادي الجيل، الجمعية الشركسية، النادي الأهلي. كل هاي المؤسسات تتطلب أظني خدمات معينة أو تحسين الخدمات اللي تقدم لها من أمانة عمان. أكيد إحنا راح نحاول إنه نساعد كل المؤسسات إنها تتخطى كل العقبات اللي بتواجهها في الحصول على الخدمات المطلوبة إلها من مجلس أمانة عمان. إحنا في خدمة مجتمعنا الشركسي، مجتمعنا الأردني، وإحنا في خدمة مختلف العشائر اللي موجودة في منطقة وادي السير. هلأ ما راح نقصر مع حدا إن شاء الله، وما راح نقصر مع جماعتنا بشكل خاص بكل تأكيد. وأي إشي إحنا مطروح على الساحة إحنا جاهزين نسخر قدراتنا، نسخر معارفنا، نسخر علاقاتنا في إننا نحصل لهاي المكاسب لمجتمعنا الشركسي الصغير ومجتمعنا الوادي السيري الأكبر. سيدة دلال نفس السؤال بس راح أوسعه أكثر شوي.
بما أنك كنت حضرتك بالسنوات الأربعة الماضية بالمجلس، هل كان في مشروع يعني خص المجتمع الشركسي بشكل ما؟ سيدة دلال؟ نحكي. نعم. هلا احنا سيدة بنحكي دلال. بنقول تفضلي. هلا دائما بنقول احنا دائما المجتمع عادة فيه يعني في نسيج وتناغم من جميع الأطياف اللي موجودة، نقول جرش يعني محافظة جرش. فإحنا بنقول دائما إحنا نصرة للمرأة وإحنا مع المرأة اللي لها دور فاعل ومؤثر في مجتمعها. فحاولنا إحنا من خلال، أنا بحكي بشكل خاص عن الأسر الشركسية وبشكل عام عن المرأة الأردنية الجرشية. هلا إحنا حاولنا من خلال المحافظة ولجنة المجتمع المحلي، وحاولنا إنه نعمل نساعد المرأة بالتمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي اللي هو مشاريع صغيرة للأسر أو للمرأة بتقوم فيها بالبيت. هلا إحنا حاولنا نعمل بجرش إنه كونه جرش إن هي مدينة سياحية أثرية فيها يعني منتجات جرشية، وهي مشهورة بمنتجاتها. فحاولنا إنه إحنا نعمل سوق شعبي أو سوق دائم لإنتاج هذه السيدة، على أساس إنها هي تبيع، على أساس إنه يرجع أو تتمكن هي اقتصادي. فهذا الاهتمام بهذا السوق والمسؤولين اللي بيجرش إنه لازم هذه السيدة إنه إحنا نشجعها، وإنه هي يكون في عندها تمكين اقتصادي من خلال هذه المشاريع، حتى تقدر هي تمكن حالها، تساعد أسرتها، تساعد جوزها، تساعد أولادها. فهذا كان له بصمة كتير حلوة بجرش. مشاركة المرأة بالمهرجانات وبالمعارض، حاولنا إنه إحنا دائما من خلال التنمية الاجتماعية، من خلال المنح اللي بتيجي لجرش، إنه هدول السيدات أو الأسر إنهم يتمكنوا بمشروع يقدر إنه هم يعينوا نفسهم ويعينوا حالهم. فهذا أخذ بقعة كبيرة بجرش إنه الكل يشتغل فيه للمرأة الشركسية والمرأة الأردنية عندنا بجرش. هذا الإشي اللي إحنا هلأ عم نشتغل عليه، وإن شاء الله إنه كمان بنكبره بحيث إنه يصير في عنا مصنع، يصير في عنا يحتوي هدول السيدات اللي قاعدين عم بنتجوا، ويصير في عنا إنتاج معين، إنتاج معين له ليبل خصوصي لجرش من خلال إنتاج المرأة الجرشية أو المرأة الشركسية عنا في جرش. سيدة ليلى، رشحتوا أنفسكم في الأيام الأخيرة من الفترة المتاحة لكم، فهل هذه الفترة راح تكون كافية بأنه تستطيعوا أنكم تتداركوا الوضع وحملتكم الانتخابية تكون جاهزة خلال الفترة البسيطة اللي ظلت؟ والله الفترة مش كافية، كتير قصيرة جدا، لأنه التحدي كتير كبير، والعشاء وإحنا اللي يعني نازلين مقابل العشائر الثانية، فالتحدي بيننا وبينهم كتير أكبر، يعني أكبر ما كنا نتوقعه. ونتأمل إنه إحنا نكون قد التحدي هذا، وإن شاء الله بنكون قده، وإن شاء الله بننجح بهذه المواقع ونوصل لها بهمة أهلنا وبعزيمة أهلنا بإذن الله. إن شاء الله. طبعا إحنا الوقت خلص من فترة، ولكن يعني إحنا مستمتعين بهذا اللقاء. بس بالنهاية يعني السؤال الأخير، حابب إنه كل واحدة من حضراتكم تحكي لنا شو رسالتها اللي بتحب توجهها للناخبين. سيدة نارين تفضلي. ما بعرف في مشكلة بالصوت عندي ولا هيك؟ هلا سامعني؟ تمام اوكي. هلا انا رسالتي بدي اوجهها لاهالي وادي السير. بدي اطلب من اهلها التصويت للشخص المناسب يوم الانتخاب، يوم 22/3. التصويت للشخص المناسب اللي بوقف على
نفس الصف من الحيادية من الجميع، واللي بيعمل على خدمة الجميع بدون استثناء وبدون كلل أو ملل. الشخص اللي بيرفض استخدام المال السياسي أو اللي بسموه الأسود، الإنسان النزيه اللي بيكافح من أجل منطقة وادي السير حتى تصير منطقة نموذجية ومثالية، وهي المكان اللي إحنا تعودنا عليه طول عمرنا كيف يكون. وادي السير بالفترة اللي مضت مرت بتقلبات عديدة وصلتها لحالة غير مرضية لكثير من الناس. اليوم القرار بإيد الناخبين. انتخب الشخص اللي انت تعرف انه هذا الشخص كفؤ وممكن يخدم المنطقة اللي انت ساكن فيها، بغض النظر انت مين، ابن اي عشيرة، ولا من اي منطقة، ولا بأي منطقة موجود. احنا الشركس معروفين انه احنا اصحاب كلمة وكلمتنا دايما بالحق. احنا اولاد البلد، مثلنا مثل كل العشائر اللي موجودة فيها. احنا راح نوقف مع الكل وراح نشتغل مشان الكل. فأنا بالنسبة لي هاي رسالتي. احنا منصب خدماتي هدفنا وغايتنا انه نقدم خدمات لهاي المنطقة لكافة أطياف المجتمع الموجودين بهاي المنطقة. سيدة دلال تفضلي. والله أنا بالنسبة لي بناشد كل الأخوان اللي موجودين اللي يوم الانتخابات إنه كل واحد له حق دستوري يطلع من بيته ويمارس هذا الحق، وخاصة السيدات المرأة تشجع بناتها تشجع أسرتها إنه اليوم في عنا اليوم انتخابات، الكل له حق يطلع ينتخب الإنسان اللي بلاقيه يعني هو مناسب. بالنسبة لجرش، قصبة جرش أو بالنسبة لمحافظة جرش، ما شاء الله علينا، يعني إحنا في عنا أكثر الأصوات رحلوا لعمان للعاصمة. إحنا بنتمنى الأهالي جرش اللي هو إلهم الدائرة الأولى اللي بيقدروا يجوا ينتخبوا فيها، نقدر يعني بنقول لهم إنه يجوا من عمان هذا اليوم ويشاركوا بالعرس الوطني بالديمقراطي اللي موجود بجرش، عشان إحنا كمان كمرشحات نحس إنه أسرتنا حوالينا، عشيرتنا معانا، قاعدين عم بيشجعونا، اجوا يتغلبوا عشاننا ويدلوا باصواتهم عشان احنا نكبر، عشان احنا ننجح. فاحنا دائما بنقول إن كلنا بنكون ايد واحده، بنكون ايد واحده قويه، بنستمد قوتنا منهم من اصواتهم، فانهم يشاركونا يوم الانتخابات ويجوا وينتخبوا في جرش، وان شاء الله انه يكون احنا الثلاثه النجاح حليفنا ان شاء الله. إن شاء الله. سيدة ليلى تفضلي، شو رسالتك للمشاهدين؟ أنا بحكي لهم إنه بهذا اليوم يطلعوا ينتخبوا يمارسوا حقهم الانتخابي من يعني ككل عشيرتنا والعشائر الثانية، عشيرتنا يعني أنا وثقانة فيها إن شاء الله إنها رح تطلع ورح تنتخب ورح تنجح بناتها هالثلاثة بهاي المواقع هاي، ويكون يرجع اسمهم بهذه المواقع، وإن شاء الله بيكون يوم عرس لنا إن شاء الله بالنجاح للكل. إن شاء الله إن شاء الله. يعني شكرا كثير على هذا اللقاء وعلى هاي المعلومات اللي أعطيتونا إياها. بنتأمل لكم جميعا الفوز إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء بتقدم بالشكر لسيدة دلال قردن المرشحة عن مجلس المحافظات عن منطقة جرش، وسيدة نارين الحاج طاس المرشحة عن مجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة وادي السير، والسيدة ليلى شابسوغ أيضا المرشحة عن منطقة وادي السير في مجلس المحافظات أو اللامركزية. أعزائنا المشاهدين، شكرا جزيلا على متابعتكم، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج نار كاسة. لكم مني أطيب التحية وأطيب الأوقات، والسلام عليكم. شكرا شكرا. لكم. شكرا دكتور.